تفضل أستاذ شيعي. تفضل أستاذ شيعي. جيد أستاذ يخيت نريد دليل قرآني، آية محكمة نعم. يأمرنا فيها الله باتباع الأئمة رضي الله عنهم. تفضل. والله أنا عندي عدة آيات، مثل أول آية هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط والثانية آية علي إنما. مستقيم. ما فيش، نبدأ نعم. بأول آية دقيقة. يعني القرآن اللي عندك أنت الآن فيه هذا صراط علي ولا علي؟ القرآن اللي عندك علي. ممكن تفتحه الآن أمام الناس لو سمحت، تفتح الكاميرا وقل لي وين علي. هذا صراط ها. علي مستقيم. علي يعني، بس إذا ممكن تفسري لي الآية حسب عقيدتكم، يعني شنو لا بس الصراط؟ أنت الآن الصراط أول على شيء الله افتح مستقيم الكاميرا، لو أنت شنو؟ قلت علي. افتح الكاميرا، عندك نفس مم. القرآن اللي عندنا صح؟ شلون؟ عندك نفس القرآن اللي عندنا صح؟ اي نعم صح. افتح الكاميرا حتى نشوف إذا كان علي ولا علي. بس ثواني، خلي أطلعها الآية. ما في مشكلة، طلعها، ما في أي مشكلة. تفضل. ألو. نعم افتح الكاميرا وطلع الآية اللي تقول لا هذا إنسان صراط بس. علي. بس أنت جالسين لك إنه ليش تطلبين من عندي أستاذ إنه لو أطلع سمحت، الآية؟ شوف لو سمحت الآن افتح نعم. هذا قرآن كريم اللي عندك في بيتكم وطلع لنا علي في القرآن. تفضل. ننتظر أن يأتي بالقرآن اللي عنده في البيت ويفتحه ويشوف هذا صراط علي بن أبي طالب مستقيم. وين راح الأستاذ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وين راح؟ لتعرفوا بأن دينكم عبارة عن تهريج. هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط علي مستقيم. شوفوا إخواني الآية، بارك الله فيكم. أين شوفوا بارك الله فيكم الآية ماذا تقول.
وإيش دخل علي بن أبي طالب أصلا في الموضوع؟ أنا لا أدري. هم دائما يجيبوا رضي الله عنه وأرضاه يحطوه في مكان يعني لا سياقا ولا معنى ولا سورة. شوفوا إخواني بارك الله فيكم، سورة الحجر الآية 41. الآن إحنا عندنا حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين إبليس. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، يعني صراط رب العالمين مستقيم. إن ربك لبالمرصاد، من نفس الشيء، صراط علي وليس علي بن أبي طالب مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الآن إذا قلنا أن علي بن أبي طالب هو صراط المستقيم، صح؟ علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم، صح؟ خلاص إحنا خلصنا، يعني إحنا سلمنا لكم أن علي بن أبي طالب، والله قال ليش إبليس هذا صراط علي، يعني كان لسه ما أنزل لا آدم ولا نوح ولا إدريس سلام الله عليهم ولا إبراهيم ولا هود ولا صالح ولا أي إمام ولا نبي من الأنبياء. فقال هذا لإبليس، قال هذا صراط علي بن أبي طالب مستقيم. ما علينا، نبقى معكم في نفس النقطة. شوفوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. يقول في سورة الأعراف: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هل إبليس قاعد فوق علي بن أبي طالب والعياذ بالله عندكم؟ لأنه هنا إبليس يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إلا إذا كان إبليس قاعد فوق علي لا ندري. وعلى ما يبدو أن العقائد السبائية عندكم فعلا إبليس قاعد فوق علي. إيه، لا فوق أمك نرجس يا ابن الزهرة، ابن البعرة أنت مش ابن الزهرة. تعال أعمل لك حظر من هذا البث يا ابن السيستاني الأهبل. شوفوا هنا يقولون ويتهمون أن إبليس قاعد فوق علي رضي الله عنه. بالله عليكم هذا دين؟ هذا دين؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي صراط علي بن أبي طالب. يعني تخيلوا إخواني لما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي. طيب خلونا نصعد الأستاذ رجاء، تفضل أستاذ. تفضل أستاذ البخيت، افتح الكاميرا وطلع الآية فيها علي ولا علي؟ زين أنا ما أعرف أفتح الكاميرا شلون. العفو. ما تعرف؟ دقيقة أرسل لك فتح الكاميرا. ما عندك أنت 1000 مشترك، لازم يكون عندك 1000 مشترك. شوف هنا هاي الآية أمامي. الآية ما في مشكلة، أنا راح أكبر الآية أمامك الآن. قال هذا صراط علي ولا علي؟ علي مستقيم. إيش دخل علي رضي الله عنه وأرضاه هنا؟ زين فسري له هاي الآية حسب، يعني هذا حرف جر. قال هذا صراط. أذهب إلى المفسرين عندنا، نذهب إلى المفسرين ونقرأ وشوف ماذا يقول. نعم. قال هذا صراط علي مستقيم. قال الله تعالى متهددا ومتوعدا: هذا صراط علي مستقيم، أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. الآن وين علي بن أبي طالب لو سمحت في هذه الآية اللي تقول هذا صراط علي مستقيم؟ بس العفو، هسه أنت طلعتيها بالكتابة مكتوب صراط علي مستقيم، يعني هسه هذا حرف جر. صراط علي أقول لك هيا. قال يا أستاذ هذه بدون شكل، إحنا ما شاكلينها هنا ما شاكل، ما في شكل، ما في لا ضمة ولا كسرة ولا فتحة.
أما هنا قال هذا صراط. القرآن اللي عندك لو فتحته أنت الآن ستجد علي وليس علي. هل عندك علي أنت في الكتاب اللي عندك في القرآن في بيتكم؟ شلون؟ هل القرآن اللي عندك في بيتكم مكتوب فيه علي مستقيم؟ لا هذا لا صراط لا، علي نفس هذا. لا نفسها. هذا إذا مكتوب هنا بس. هذه الآية ليست في علي. أعطيني آية أخرى تفضل أستاذ. لا العفو، بس دقيقة، أنا أريد أنت تفهمين، أنا ما أفهم. أنت تفهمين إنه بما إنه أنت عالمة وشيخة، هذا صراط أنا يعني مو شيخة القصد من ولا هذا. عالمة، أنا إنسانة عادية. نعم تفضل أستاذ. تمام، أي بس قارئ كتب. يعني الله يقول هذا صراط، هذا صراط يعني في الطريق معين، علي مستقيم يعني على الله، يعني بس أريد هيك أفهم. يعني إذا لم لا، يكن فد اسم. علي مثل إيه؟ إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. هل الله في المرصاد؟ إن ربك لبالمرصاد. ستان العفو، قلت لك يعني مو لبالمرصاد قوي هي نفس باللغة الشيء. العربية. أنت هذه في اللغة فسرين العربية الآية. أي أنه طريق موصل إلي. يعني الآيات واضحة أستاذة. يقول هذا صراط علي مستقيم أي موصل إلي. يعني إذا اتبعت الصراط سوف تروح ويكون هذا الصراط يوديك إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. صراط مستقيم إلى الله. إذا ماذا؟ إذا عملت بأوامره واجتنبت نواهيه. الآن هل عندك آية أستاذ بخيت أخرى في إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه؟ بس سؤال أخير وانتقل للآية الجديدة. علي تفضل. هنا شنو جاي، حرف جر لو لا شنو؟ مش علي. شو علي يعني؟ الآن قال هذا. أعطيك الآن المعنى قلت لك الله تعالى قال هذا طريق مستقيم. الآن أنتم التفاسير الباطنية عندكم يعني كلها تفاسير باطنية، والآن جالس الآن تعرب أنت الآن تريد إعراب يعني؟ لا مو يعني، أنا أريد تشرحي لي يعني يعني أنت ببساطة. الآن أنا إذا أردت نعرب الآية قال هذا صراط علي مستقيم. الله تعالى يعني في هذا المعنى يقول أن هذا صراط إلي مستقيم، يعني إلى الله سبحانه وتعالى مستقيم. مثل ما إلي. قال إن ربك. أنا أعطيتك مثال في اللغة العربية إن ربك تمام. لبالمرصاد. نفس الشيء. الآن عندك آية أستاذ لو سمحت أخرى في الإمامة علي، أوكي. لأنه هذه الآية لا تخدمك. كان هناك حوار بين إبليس وربه، يعني تمام. كما طلعت في الآية. تفضل أستاذ. هسا أنا راح نعطيك آية ثانية ولو ما اقتنعت بالتفسير الأولى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. وأكو دلت روايات إنه هاي نزلت بحق الإمام علي، من كان راكع فإجا شخص فأشار بإصبعه فأخذ الخاتم. يعني هاي روايات موجودة. جيد. الآن أستاذ أنتم ما عندكم حديث واحد صحيح في هذا الأمر. ما عندكم أي حديث صحيح والله. ولكن ما علينا، إحنا نقرأ الآية ونشوف. الله تعالى مم. يقول في الآيات اللي قبلها يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طيب من نتخذ يا ربنا وليا؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سؤالي لك ما معنى كلمة وليكم هنا؟ هل هذه في خلافة علي يعني دليل على خلافة علي؟ هسه إن كان خلافة علي أو لا، يعني أكو ناس أولياء. الآن هل هذه أكو ناس الآية دل أولياء. على خلافة علي؟ هل وليكم معناها خليفتكم؟ إي نعم. هل الله خليفة؟ شنو هل الله خليفة؟ إنما وليكم الله. هل الله خليفة؟ أنت قلت وليكم معناها خليفتكم. هل الله خليفة؟ لا مو هي كل كلمة إلها معنى بحسب ما تأتي، يعني شو كل بحسب كلمة إلها الجملة منها؟ اللي هي نفس موضوعة والله. فيها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الآن أنا سألت قلت لك وليهم هل خليفتكم؟ قلت لي هي نعم. الله. ست. إيه؟ العفو، هي هنا يعني حسب فهمي، أنا قلت لك إنه فهمي يعني مو عالم وكذا. الولاية هي الاتباع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني أنت تتبع جيد. الله ورسوله. والذين آمنوا يعني هذول الذين آمنوا. شلون العفو الآية أنا نسيتها. يقيمون الذين الصلاة يقيمون ويؤتون الصلاة الزكاة ويؤتون وهم الزكاة وهم راكعون. راكعون. ما يعني علينا. أنت الله يا تعالى هم قال يا أيها الذين الذين آمنوا. آمنوا، بس بس ما في العفو. مشكلة. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين آمنوا هو علي وحده ولا معه الأئمة؟ شلون العفو؟
الذين آمنوا هل في علي لوحده ولا معه 12 إماما؟ والذي يعني حسب اعتقاد الشيعي مع 12 إمام. يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا اللي هم 12 إمام الذين نعم. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني كل الأئمة تزكوا وهم راكعون، صح؟ كلهم أخرجوا الزكاة وهم راكعون، كلهم أخرجوها وتصدقوا بالخاتم، صح؟ لا مو بالضرورة، يعني هاي والذين يأتون لا الزكاة وهم راكعون لا، هي أنت عن قلت لي هي للإمام تشمل علي. الأئمة، أنت قلت لي هي تشمل الأئمة كلهم، صح؟ ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل الأئمة كلهم أتوا الزكاة وهم راكعين ولا بس علي هو اللي أتى الزكاة وهو راكع؟ هو حسب الرواية الموجودة فقط الإمام علي. فقط الإمام علي. طيب هل الإمام نعم. علي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام علي نعم. كان تجب عليه الزكاة لأنه هذه زكاة وليست صدقة؟ هل كان غني عندكم الإمام علي رضي الله عنه؟ والله ما يعني حسب ما أعرف أنه مو يعني عنده هو أموال، مو كان فقير. فقير. أنا أقول لك علي بن أبي طالب ما تجب عليه الزكاة لأنه كان فقيرا، فلذلك كيف الله يقول ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ الآن يعني أصلا علي لا تجب نعم. عليه الزكاة لأن الزكاة عندها شروط ولا بد أن يكون الإنسان غنيا، ثم هناك شروط للزكاة. تعرف الفرق بين الصدقة والزكاة أستاذ بخيت أو يخيت عفوا، يخت عفوا أو بخيت، سامحني أنا بخيت والله بخت المهم حياك الله. هل تعرف أنت الفرق حياك. بين الصلاة والزكاة، الصدقة والزكاة؟ الصدقة يعني حسب فهمي أنا ما أعرف، بس حسب فهم الصدقة اللي هي يعني واحد ينطيها للسائل. الزكاة مو واجبة، الزكاة واجبة يعني تنخرج من الأموال اللي هي مثل الأموال اللي موجودة، يعني حسب فهمي، بس ما جيد. متأكد إنه هو صحيح ولا لا. أنا أقول لك بالنسبة للزكاة هناك شروط، لا بد من بلوغ أي. الحول أي بلوغ سنة وبلوغ النصاب، يعني يكون هناك نصاب محدد، مش أي واحد يخرج الزكاة، يعني لا بد من بلوغ نصاب معين حتى يستطيع أن يخرج الزكاة. الآن أولا علي رضي الله نعم. عنه وأرضاه كان يعني فقيرا، يعني لا تجب عليه الزكاة. ثانيا أنا عندما أريد أن أخرج الزكاة هل أنا أروح أدور على المستحق للزكاة ولا هذا اللي مستحق للزكاة يجي يدور عليها؟ والذين يقيمون الصلاة، يعني هو يؤتون الزكاة وهم راكعون. لا هو الآية، هو حسب الآية أنه تجوز أنه الشخص أنه ينطي الزكاة. يعني إذا تقولين أنت لازم الشخص اللي يأتي الزكاة لازم يروح يدور، فهذا أنت ضربت بالقرآن، لأنه هو جاي يقول يعني يأتون الزكاة وهم راكعون، يعني حددت أنا هذا الشيء. أريدك تشغل يعني مخك شخص والله راكع. العظيم، لأنه ما في، شوف الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا يعقل أن نعم. الله سيمدح من يؤتي الزكاة وهو راكع. ثم الناس يعني سيكون هناك بلبلة في الصلاة لأن كل الفقراء سيكونوا هناك وربما يكون هناك تخاطف، يعني تخاطف في المسجد وهو راكع. الآن يا أستاذ بخيت بس سؤالي لك هنا، الله نعم. تعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صح؟ نعم. صح؟ في سورة التوبة، وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، صح؟ صح. وهناك آية المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. الله أكبر. إذن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني الآن الناس المؤمنين واحد ولي الثاني. ما هو هذا الولاء؟ يعني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا المؤمن يستمع لهذا المؤمن عندما يخطئ ويأمره، والثاني كذلك. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، لا تعني ولاية علي أبدا لأنه أنتم ما عندكم حديث صحيح في هذا. ثم أن هناك عندكم حديث أن الإمام الباقر رحمه الله، الإمام الباقر سقط في البئر، رواية عندكم سقط في البئر، تعرفها؟ لا ما أعرفها، ما سامع بها، أول مرة أسمعها. نعم عندكم رواية تقول أن الإمام الباقر سقط في البئر ولم يتحرك أبوه حتى أكمل الصلاة، وكان البئر عميق جدا، فكانت أمه تستنجد وهو لا يريد أن يتزعزع من مكانه خشوعا لله،
فهل نعم. كان يستحق علي أن يقطع صلاته لأجل أن يعطي خاتما حديديا، وهذا الرجل اللي هو الإمام الباقر ساقط، يعني الطفل ساقط في البير وأبوه ما يتحرك؟ دقيقة أخرج لك الرواية، إذا أردت أخرج لك الرواية حتى تشوف. لا الإمام بدون انا مصدقك، يعني هسه انت معنى كلامك هذا شنو؟ يعني انه هذه مو فد فضيله؟ يعني هسه انت جاي تحكي وكانما هي مو فد فضيله، انه شخص قاعد يصلي ويركع وهو يتصدق بالخاتم مالته، يعني كانما مو فضيله. مو صدقة، يعني هذه انت زكاة أستاذ. ايه يعني العفو، ما في مشكلة. زكاه. هل ايه أنا بس انت الآن هسه حسب كلامك، لا العفو العفو دقيقه، انا كمل احترمك كمل. طبعا. انت حسب كلامك انه جاي تطلعين روايات انه تقولين هاي مو فد فضيله انه شخص وهو راكع ينطي زكاه، لان كان الامام يعني سقط ابنه وما سوى له شيء خشوعا للزكاه، فكانما تقولين ان الذي اتى الزكاه وهو راكع قد اخل بصلاته، قد اخل بخشوعه، يعني هيك، يعني انا شوف، جاي اتصور انه هيك جاي تقولي لي. الآية التي تقول الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون ليست حال. مثلا عندما أقول دخل الولد مبتسما، أو دخل الأطفال مبتسمون، أو امم مبتسمين، دخل الأطفال نعم. مبتسمين، عندي مبتسمين حال. هنا حال، أي أنهم في حال الابتسام. هنا في هذه نعم. الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ليسوا في حال الركوع وهم يؤتون الزكاة، ولكن هم خاضعون. المعنى هو الخضوع، وليس هو الركوع هكذا، يعني يؤتي الزكاة وهو راكع، مثل ما قال الله تعالى ادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب بس سجدا ما معناه أنهم يدخلون ساجدين من برا، هم جايين ساجدين ويدخلوا، لا، بل خاضعين. نعم. فهنا المعنى نعم. ليس هذا. ثم إحنا لو جينا نعم. هنا نطلع إنما وليكم أمام الناس، وأنا سأخرج لك رواية نعم. الإمام الباقر الآن حتى تتأكد منها أنه سيدنا يعني سلام الله عليه ما تحركوا لا هذه وابنه الآية إذا سقط في الأرض. تطلعينها العفو، إذا أنا تطلعينها يعني أطلع الآية كأنما ما جاي في تقولي مشكلة. لي شوف مو فد الآية أستاذ، فضيلة إنه هي. أنا سأشرح لك أستاذ، وبس يعني أريد القلم. شوف الآية في سورة المائدة ماذا تقول؟ دقيقة أمسح هذا العنوان حتى ما يضايقنا. يا أيها نعم. الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا الله تعالى قال لنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. من نتخذ يا رب وليا؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. في إقامة الصلاة فيها ركوع وسجود وتشهد، هي إقامة الصلاة كاملة بكل أركانها وشروطها، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما خلص هم يقيمون الصلاة، يعني هل لا بد يكونوا راكعين هم؟ ما علينا. ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مرة أخرى ينبهنا الله تعالى ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. يعني نحن في نفس السياق، أنه ولينا هم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم خاضعون لله، وليس يؤتون الزكاة وهم راكعون. وإلا لكانت كل الناس لما تريد تزكي اللي يكون عندها مثلا مرور الحول وبلوغ النصاب تروح تحط يعني هذه الأمور فوق ظهرها أو أمامها وتركع وتزكي. هل هذا منطقي؟
ست هو هاي رواية أعتقد موجودة صحيحة حتى عندكم، إنه هو مال الإمام علي من كان راكع وإجى لا، شخص ما شخص عندكم وطلع. صحيحة ولا عندنا صحيحة. ما عندكم والله صحيحة ولا عندنا صحيحة. لا يوجد بس يعني عندكم واضحة رواية الآية. واحدة في آية إيه. الولاية في علي رضي الله عنه. امم. الآن هل عندك آية امم. أخرى؟ هسه أوكي. هذه الآية يعني لا تعتبري تجاوز ولا تعتبري كذا، بس كأنما أنه قيس على الوقت الحاضر اللي عندنا، أنه اليهود أنه أكثر المسلمين لا اتخذوا لا، ما اليهود تقيس لنا على اللي عندنا إحنا. ما تقيس على إيه. اللي عندنا إحنا لو سمحت. إحنا الآن في ولاية علي هسه رضي الله عنه. لا أريد تمام أدخل الآن تمام في أمور أخرى. أنا حواري في تمام. ولاية علي. هل تملك آية أخرى أستاذ في الإمامة؟ تفضل. أو ولاية علي، تفضل. نشارك البث إخواني، أهلا وسهلا بكم جميعا. يجيب الدليل. نعم أستاذ. إيه؟ يعني هاي هم دليل على الإمامة، هاي الآية. ما اسم شو اسمه؟ ما اقرأه. ما سمعناك. أنت كنت تقرأ ولكن ما نسمعك لما تدخل على ما نسمعك الآن. نحن لا نسمعك. نحن لا نسمعك يا أستاذ. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تسمعيني؟ نعم أسمعك الآن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم هم الوارثون أو الوارثين، يعني حسب. جيد. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ما في مشكلة. نقرأ يعني يا هاي إخواني ممكن الآية. العفو ما في دلالة، مشكلة. يعني هي أغلب شيء هاي على الإمام المهدي عجل الله فرجه. ما علينا. احنا الآن نشوف إذا كانت عن الإمام المهدي ولا مو إمام مهدي. الآن الله تعالى قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الآن هذه الآية تتكلم عن فرعون وهامان وجنودهما. ما دخل الأئمة ال12 لو سمحت يعني في هذه الآية؟ واو العطف: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. واو للعطف يعني في السياق. ما دخلوا سيدنا علي؟ ما هو القرآن لكل زمان، يعني مثل ما جعل انه اكو يا علي انت بمنزلة هارون من موسى، يعني اكو حديث هذا صحيح عندكم. فايضا في زمن الرسول هذه الآية انه مستمرة يعني كقاعدة. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونجعلهم الوارثين. يعني الكل يعني هو القرآن. الو راح الصوت، العفو. هل تعرف أن هذه الآية تنفي الإمامة؟ لأن عندكم الإمام يولد معصوما إماما لا يخطئ ولا يذنب ولا يسهو. والله تعالى لم يقل إني جاعل مثلا أئمة، بل قال نريد أن نمن على الذين. نريد لسه ما تحقق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يعني هم الآن ليسوا أئمة منذ ولادتهم، صح؟ ونريد أن نمن، يعني هسه أنت العفو من عندك، العفو. أنت هسه بالبداية شنو قلتي؟ قلتي إنه هذا إنه في زمن نبي موسى، في لا، زمن أنا فرعون. خلص. أنا الآن الآن سلمت لك العفو أن خلص. شوف، أنا العفو الآن سلمت لك العفو. أنه هذه الآية في الآئمة. إحنا الآن جالسين نناقش نعم في استدلالك أنت. إذا قلت ونريد أن نعم. نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني أن الله لم يمن عليهم بأن يكونوا أئمة معصومين منذ ولادتهم. ما أنتم تقولون أن الإمام يولد معصوما منذ ولادته، لا يخطئ لا يذنب إلى غير ذلك. إذن هذه الآية يعني دليل على أنهم لم يولدوا أئمة، بل لا هسه يريد الله ممكن أن إنه
أي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم هم الوارثين. الوارثون. يعني ممكن أنه انولد هسه إذا طبقناها على الإمام المهدي أنه مولود إمام، بس لما يظهر يكون إمام ويكون هو وارث للأرض. لا، هو ليس إماما. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يعني لسه ما تحقق الأمر مم. الإلهي. لو كان تحقق مم. فعلا بمفهومكم لكان هو قال لقد مننا ولكن هو يريد أن نمن ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما نعم. كانوا يحضرون. الآن من هم فرعون وهامان اللي يتكلم عنهم في هذا الزمان؟ يعني أنت تقول أنه فرعون في كل زمان ومكان. من فرعون هذا لا، الذي يريد الله أن يوريه ست تمكين الإمام؟ نسيتها. انا قلت انه هذه الايه يعني هذا الجزء من عتها هي يعني شامله لكل زمان، يعني ما تضير انها تكون شامله بكل زمان. نريد ان نمن على الذين طب امنوا، يعني طب ايه كامله متكامله، يعني ما سبحان الله، تضير يعني في سبحان الله ذلك. يا أستاذ، أنتم لا تملكون آية واحدة محكمة فيها استدلال شامل لا يجعل الإنسان يقع في أي شبهة ولا في أي يعني غلط، ودائما تذهبون إلى آيات هي في سياق محدد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يعني هذه لها علاقة ما بالأحداث اللي كانت في ذلك الزمان. يعني لا أرى أن ما هناك ست. اليوم هامان وجنوده موجودين، يعني مم. كلهم أهلكهم مم. الله. ولكن الآن يا أستاذ ست. لماذا لا يوجد آية محكمة، يعني محكمة مم. فيها م- هذا الأمر؟ يعني نريد هس هسه انا هسه انا راح انطيك جواب. يعني هسه انطيتك 3 ايات او اعتقد 4 ما اتذكر يعني، وعندي بعد ايه اللي هي تقول وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا. هاي اعتقد ايه الرابعه او الخامسه. بس انه تسالت سؤال راح اجاوبك عليه، لماذا انه لم يذكر القران ايه صريحه؟ انه لو ذكر يعني حسب هاي فهمي يعني لا روايه وكذا، لو ذكر انه القران انه الائمه 12 وعلي والحسن والحسين وكذا، فما راح يكون يعني مثل ما يقول اختبار للإنسان. كل المسلمين راح يمشون على طريق واحد، فوين الاختبار بالموضوع؟ هو الله يعني جعل انه اكو يعني مثل ما يقول طريقين، فاما هذا واما هذا، يعني عقليا لا. انه فلو ذكر انه الله فما راح يصير انه اكو فد مثل ما يقول اختبار للشخص المسلم انه يختار طريقه الصحيح. ما راح يصير اي اختبار، الكل راح الاختيار، يكونون. شوف، الاختيار ايه. الطريق الصحيح يكون بأن ينزل الله سبحانه وتعالى قرآنا فيه أوامر ونواهي، أركان إيمان، أركان إسلام، هذه الأمور كلها الأصول مذكورة في كتاب الله. فمن اتبع القرآن فهو مهتدي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خالفهما فهو ضال. الآن أنت جبت مم. لنا أستاذ مم. آية تقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ندخل إخواني نقرأ نعم. الآن الآية. ست الله العفو ولو تعالى قال مقاطعة. قلنا. العفو ست. عفوا العفو بس ست اقرأ ولو الآية. مقاطعة، يعني اعتذر من عندك، بس اكو يعني جاي تجاوزات يعني ما لها داعي بالتعليقات، يعني هسه جاي خلاص، باحترام يعني ما لها داعي. أنا أيضا في تجاوزات علي من الطرف الآخر وما آه. ما أرد عليهم. آه. كان ممكن أرد عليهم، يعني احتراما لأنك موجود ما رديت عليهم. ما علينا. الله تعالى قال نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أولا يا أستاذ نقرأ الآية ماذا تقول؟ قلنا يا نار كوني بردا مم. وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا نعم. فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا في الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة نعم. يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن هذه الآية موجودة في سورة الأنبياء. الآن نطبق ما تفضلت أنت الآن بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هل الإمام نعم. محمد ابن الحسن العسكري حاليا جالس يهدي الناس بأمر الله؟ هل الإمام من العفو؟ هل الإمام أي صاحب إمام؟ الزمان الآن مصداقا نعم. لآية هذه تقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هل جالس الآن الإمام يهدي الناس؟ لا، لا. بس الله هو أكبر. حجة إذن هذه الله. الآية الله حجة الله. أكبر.
الله أكبر. إيه. هل رأيته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعمل خيرات، أو وأوحينا إليهم فعل الخيرات؟ أين الخيرات اللي يعملها؟ إذن هذه الآية ليست خاصة بالأئمة، بل هي في سورة الأنبياء، مثل ما قال علماؤك. فقد قال الطوسي، قال: يقتدي بهم في أفعالهم، يعني الأنبياء. وقد جاء في تفسير فقال حسين علي المنتظري: وليست الزكاة من مخترعات الإسلام، بل كانت ثابتة في الشرائع السالفة أيضا مثل الصلاة، فالقرآن يذكر الأنبياء السالفين. إذن هؤلاء علماءك. يقول أيضا الفيض الكاشاني، يقول: وجعلناهم أئمة يقتدى بهم يهدون الناس إلى الحق بأمرنا. الآن إذا جينا إحنا نطبق أئمة يقتدى بهم، إذن ما عندنا إحنا إمام الآن يقتدى به، وبالتالي يا إما الآية معطلة أو الآية ليست في الأئمة. عندك آية أخرى؟ تمام. هسه تقريبا جبت لك 4 آيات، انت ليش تفسير واحنا عندنا التفسير. بس انا القصد اريد اسالك سؤال، انه سامع انه السنه يعتقدون من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث عندكم صحيح ام غير صحيح؟ وين موجود؟ بس انت طلعوا لي، قل لي وين موجود من مات ولم يعرف امام زمانه. العفو، انا اسالك انه هل هذا الحديث مر عليك او لا؟ خليني ابحث على الحديث واشوف. من مات تمام ولم يعرف امام زمانه ماذا؟ مات ميتة جاهلية. طيب، هو انا بالضبط ما ضبط نشوف في اي، بس نشوف في اي مصدر موجود. دقيقة لو سمحت حتى أخرج المصدر. جيد. إحنا عندنا هنا: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، وفي رواية: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إسنادها ضعيف. هذه الرواية إسنادها ضعيف. إحنا عندنا في كتاب صحيح مسلم يقول: جاء عبد الله بن عمر، أنا أقول لك الصحيح الآن. جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان. أمر الحرة يعني كان هناك معركة الحرة زمن يزيد بن معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده. فقال: إني لم آتي لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. هل تعرف يا أستاذ أن هذا الحديث يثبت أن يزيد كان عندنا، يعني في هذا الحديث اللي هو صحيح عندنا، جاء أن يزيد كان خليفة، وبالتالي لا يجوز أن تخلع يد البيعة من الخليفة. فهذا ما جاء في الحديث. يروي نافع مولى، دقيقة بس أعطيك هو موجود في صحيح مسلم. فهنا فيه أمر بطاعة الأمراء وأهمية البيعة والحث عليها والنهي عن الخروج عن الأمراء، لأنه في فتن عظيمة، وهذا ما حصل في يعني العفو. ويعني أنا ما هل هو فهنا حديث صحيح عندكم أم غير صحيح؟ لما جاء عبد الله بن عمر، أنا أقرأ لك الحديث، أنت جبت لي حديث صحيح، أنا أقرأ لك حتى أبين لك يعني. نعم. في الحديث يروي نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة من كان، يعني كان هناك حرب، والحرة موضع بالمدينة يشير بها إلى ما وقع فيها من أحداث واقتتال بين المسلمين. كان ذلك في زمن الخليفة يزيد بن معاوية. فبعد أن تمت له البيعة، يعني بايعوا يزيد، فإن أهل المدينة خلعوه وولوا على قريش عبد الله بن مطيع، وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر. فبعث إليهم يزيد بجيش وجعل عليه مسلم بن عقبة. ولما كانت قوة جيش أهل الشام فوق طاقة أهل المدينة فإنهم قد هزموا، وكان عبد الله بن مطيع على رأس من خلع يزيد وخرج عليه في أهل المدينة. فجاءه من؟ عبد الله بن عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله بن عمر، وقال له رضي الله عنه: أمر ابن مطيع من عنده أن يفرشوا لابن عمر رضي الله عنهما وسادة ليجلس عليها إكراما له واعترافا بفضله، فهو صاحب رسول الله، لأنه كان صحابي عبد الله بن عمر. وكانت كنية ابن عمر رضي الله عنه أبا عبد الرحمن. فقال له ابن عمر رضي الله عنهم: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا يبين له أنه جاءه ليعظه وينصحه ويقول له ويراجعه من خلع البيعة ليزيد.
فهذا الحديث نعم. أستاذ يدل على أنه لا يجوز أن نخلع البيعة من خليفة، لأنه يصير اقتتال ويصير تنحر. هذا هو الحديث عندنا لا الآن. العفو. أستاذ، هل تملك آية العفو، أخرى؟ بس سؤالي انه هسه انتم هذا الحديث انه من مات ولم يعرف امام زمانه ماتت ميتة جاهلية، هذا هذا الحديث هذا هسه انت حديث جاي تقولين عنه ضعيف، صحيح؟ هذا ضعيف. أنا أعطيتك الحديث الصحيح اللي عندنا: من مات وليس في اللي هو عنقه بيعة. مثلا ايه أنا عندي ايه بيعة، أنا مثلا عندي ولي أمري نعم ملك البلاد، أنا نعم يعني هذا ولي أمري، عندي له بيعة، وأنت ها لك بيعة أيضا لولي أمرك في العراق، أه. وفي ناس في دول لا أخرى عندهم بيعة لولاة أمورهم، فهذه تمام بيعة. تمام نعم. تمام. يعني انت معنى الحديث عندكم انه البيعة لحاكم البلاد اللي هو يعتبر ولي الامر. لولي الأمر، نعم، العفو. لولي الأمر، البيعة لولي تمام. الأمر، نعم. زين زين. ويجب انه طاعته وعدم الخروج عليه، صح؟ يجب، ولكن هناك تفصيل يا أستاذ. يعني مثلا هناك كثير من العلماء يحرمون أن تخرج يعني يخرج الشعب على طاعة الولي الأمر، لأنه سيكون هناك اقتتال، وهذا ما حصل في الربيع نعم. العربي في كثير من الدول في الربيع العربي، وهذا ما حصل أيضا في العراق لما خلعوا البيعة من صدام وحصل اقتتال عظيم نعم هناك. نعم. إلا يعني هسه انت إذا لم جاي يكن هناك تقول يعني اقتتال. مثلا عندنا في تونس لم يكن هناك اقتتال، هو سلم لهم تمام الخلافة. عندنا مثلا في سوريا حاليا مؤخرا اجتمع الشعب كله على شخص ولم يكن هناك تمام. دماء. لا هسه يعني في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي سوريا هذول أنا ما اللي يهمني خرجوا الآن في على. مصر وليبيا، لا العفو. أنا ما يهمني الآن في لا مصر. ما أنت الآن هو تقول لي نحن تناقش الآن يعني نتناقش. هذول أنا قلت كفار. لك، اسمعني، أنا أقول نعم لك الآن كل أهل نعم مكة أدرى بشعابها. أنا مثلا في المغرب عندي ولي أمري، أنا عندي ولي أمري هو ايه الآن هو الذي يحكمنا. في المملكة السعودية عندهم ولي أمرهم، في الكويت عندهم ولي أمرهم، في العراق عندهم ولي أمرهم. نعم الآن الخروج على ولي الأمر هذا ليس من السهل الخروج، لأنه يترتب عليه مفسدة، يترتب عليه قتال، يترتب عليه فوضى. فهذا هو الحديث اللي عندنا، أنه لازم تكون عندك بيعة، ليس لمعصوم، ليس مثلكم أنتم. يعني أنتم تمام تقولون الآن تمام أنه معصوم هذا الإمام تمام. اللي لازم تبايعه. الآن من هو الإمام اللي بايعته أنت الآن في هذا الزمن؟ انا حسب انه يعني حسب الحديث اللي عندنا امام زماننا هو الامام المهدي. إمام زمانك الإمام المهدي، ما علينا. الآن نعم الإمام ايه المهدي بصفته ولي أمرك، صح؟ نعم. ولي الأمر ماذا يفعل لك يعني؟ شنو ماذا يفعل ما لي؟ معنى ولي الأمر؟ ولي الأمر هو أنه يأمرك. ولي الأمر هو نعم أنه عنده أمر ونهي، ها هو ولي الأمر. نعم أين أمر نعم. إمامك ونهي إمامك حتى يكون ولي أمر؟ هو مغيب مغيب، بأمر إذن هو الإلهي. ليس ولي أمر. ايه ولي الأمر هو ايه صاحب الأمر، صاحب مم. الحجة والأمر والنهي إلى غير ذلك. إذن أنت الآن لا تملك نعم. ولي أمر، هذه مشكلة. هسه انتم اوكي، يعني هسه انتم بالنسبه لنا احنا الامام المهدي، انتم اولياء اموركم هو الحكام مال دولكم، كل واحد أيوة، عنده ولي إحنا كل امر. واحد عنده ولا عنده يجوز ولي ولا أمره. يجوز ونحن دقيقة و... أقول لك، الله نعم تعالى قال: يا أيها الذين ايه آمنوا اسمعني أنا أشرح لك. يا أيها نعم الذين آمنوا أطيعوا نعم الله وأطيعوا الرسول نعم وأولي الأمر منكم، فإن نعم تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني مثلا أنا مثلا ولي الأمر والعياذ بالله، أو نقول مثلا ولي مم. أمر شي دولة يقول لهم اشربوا الخمر، من حقهم أن لا نعم يمتثلوا له. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: أطيعوا الله طاعة عمياء وأطيعوا الرسول طاعة عمياء، مم. وقال: وأولي الأمر، لم يقل أطيعوا أولي الأمر طاعة عمياء. لأنه لابد طاعة ولي الأمر تكون بما قال الله وقال الرسول. ما يقولكم اشربوا نعم الخمر معناها تروح تطيعوا، لا، ليست نعم عمياء. بل مثلا ايه أعطيك مثال. مثلا إحنا عندنا مثلا نعم يعني أعطيك مثال. ما هو المثال اللي ممكن أعطيك؟ يعني الآن عندنا مثلا أمر من ملك البلاد مثلا أن نعم أن يكون هناك مثلا دروس للقرآن، لابد الكل يمتثل لهذا الأمر، وأن كل الناس. عندنا مثلا
أمر من الملك يعني مثلا والعياذ بالله، يعني فقط من باب الإلزام أو من ولي الأمر بأن نتقاتل، يعني ما راح نعملها، لأنه هذه لابد من طاعة الله ورسوله فيها. فهذه الفكرة لأقرب لك الفكرة. الآن بس انتم نعود مرة أخرى. هسه حسب اللي فهمته من مذهبكم انه انتم يجب عليكم طاعة ولي الامر الحاكم البلاد ولو كان فاسدا. لا يا العفو، عدم أستاذ الخروج عليه دقيقة، ولو لو كان كان فاسدا. فاسدا دقيقة ما في مشكلة. هو أنت ايه دقيقة، السيستاني عندك يعني ملاك منزل من الجنة؟ هسه ما له علاقة بالسيستاني. أنت لا أي يعني من هو مو مرجعك أنت الآن؟ معصوم. من هو مرجعك أنت الآن؟ من هو السيد مرجعك؟ السيستاني بس مو معصوم. مو الآن مو معصوم. معصوم، إذا السيستاني مو معصوم، إذا ليس ملاكا منزلا من نعم. الجنة. بل أفتى لكم، نعم. وهناك فتاوي من المراجع يقول أنه يجوز تلقيح المرأة الشيعية من نعم. يعني من رجل آخر، يعني إذا كان زوجها عقيما، والفتاوي موجودة هنا. فهل عندما يفتي لك السيستاني، عندما يفتي لك نعم. السيستاني ويقول لك بفتوى نعم. عنده في فتواه الرسمية، وأنت تعرف هذا جيدا، أنه إذا كان نعم. الرجل عقيما فيجوز للمرأة أن تتلقح من رجل آخر، هل هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر هذا؟ لا هو حتى أوصل لك الفكرة أنه يجوز خارج الرحم. خارج هي هاي الرحم؟ فتوى خارج الرحم شرعية. وين مثلا؟ وين تزرع؟ وين تزرع أستاذ مثلا خارج الرحم؟ العفو، ياخذون بيضة من المرأة ونطفة من الرجل ويصير تلقيح وبعدين يرجعوها لرحم المرأة. يعني يعني هذه الآن الفتوى. أستاذ وهذه يعني الفتوى مثلا ما في مشكلة نروح معك، يعني ما بس في خلي مشكلة، يعني كمل نجيبوا شرحي. مني يا إخواني رجل غريب، لا رجل غريب، مو مني نطفة. ونجيبوا بويضة، يعني مثلا يعني هذه امرأة وهذا جارهم، يجيبوا نعم. يعني حيوان منوي تبع الرجل، ويجيبوا نعم. بويضة زوجته نعم. ويلقحوهم برا ثم يحطوهم في الرحم. يلقحوهم برا ولا جوا، المهم أنه المهم هو أنه عملية التلقيح هذه هي لرجل آخر، يعني لرجل أجنبي. بس اشرح لك انه هاي الفقره انا بالنسبه لي يعني اول ما سمعتها ما اقتنعت بها، بس خل اشرح لك حسب ما فهمته. انه اشرح. تمام. انه حسب ما مذكور انه اعتقد بالروايات او هيك شيء انه الابن ابن الفراش يسمونه، يعني نوم الفراش يعني هيك شيء. والشغله الثانيه انه هذا العلاقه يعني علاقه الحمل متى تكون محرمه؟ عندما يصير زنا والعياذ بالله. الزنا يمتى يحدث؟ عندما يدخل العفو يعني اسف ذكر المراه في فرج العفو ذكر الرجل في فرج المراه فيصير زنا. فهذه العمليه ما صايره بها زنا حتى نحرمها، يعني هي العفو هذه يا المرجع أستاذ من فيها أعظم من الزنا. هذه فيها أعظم من الزنا، هذه فيها اختلاط أنساب، هذه فيها اختلاط أنساب. تفضل كمل. تمام. خلي أكمل كلامي. فهو يعني واضح أنه عند كل المسلمين الزنا يحصل يعني عندما كذا، يعني حسب ما شرحته. فهنا ما صار، والمرجع انطى هذه الفتوى يعني بعد يسمونه بعد ما بحث عن الموضوع، فعنده روايات وكذا استخرجهم، فإنه وجد أنه هذا شيء جائز. يبقى يم المكلف. هذا المكلف أنا بالنسبة لي يعني أقدر أتبعه وأقدر ما أتبعه، مثل كأنما المتعة. يعني المتعة عند المرجع حلال. أنا بالنسبة لي عمر 30 سنة لا شفت متعة يعني بالبصرة اللي أكثر شيعة لا شفت متعة ولا يعني أصادف أنه مرة تطلب المتعة. أنا يعني صراحة في يعني ما في مشكلة، في ما في نفسي مشكلة. انه في الآن نفسي أستاذ اطبق، بس دقيق ما يقول موجود لكم هاي يعني ما في مشكلة. خلونا يا إخواني نقرأ هذه ايه الفتوى التي تقول: هل يجوز بيع بويضات المرأة لأجل الاستفادة منها في تجارب طبية؟ نعم يجوز، لكن يحرم عليها كشف العورة. يعني أنتم الآن يجوز بأن تبيع المرأة بويضاتها من أجل التجارب العلمية، ويجوز تلقيح المرأة من رجل أجنبي، المهم ما يكشف عليها. يا أستاذ أنت الآن تعتقد أنك عندما تقول أنه هذا ليس زنا، هذا أعظم من الزنا. الله لماذا أعطى العدة للمرأة؟ حتى يطهر رحمها وما يكون هناك، أعطاها 4 أشهر وأعطاها 3 أشهر حتى ما يكون هناك اختلاط للأنساب. فرضا هم جابوا مثلا نطفة رجل، وهذا الرجل هو أخوها بدون علمها،
بدون علمها تصادفت، قالوا نجيب نطفة أي رجل فاختلطت النطفات وهو نعم أخوها. هذا الابن نعم يكون من؟ ابن أخيها. يعني الآن يا أستاذ، يعني لو سمحتم يعني شوية منطق في الأمور. هذا اسمه اختلاط أنساب، هذا اسمه ست أكبر من مم. الزنا. هذا أكبر، هذا مم. التلاعب في خلق نعم الله. نعم. يعني هذا انا مثل ما قال. ما فيك نعم. انه الروايه اول ما سمعتها يعني هي ما صار لها اعتقد سنتين او هيك شيء من نزلت، يعني مثل ما يقول استهجنتها، يعني ما قبلت بها، يعني رفضتها. بس من بحثت بها وبينوا لي انه يعني أنا الولاده انه من سأسألك تصير. سؤال. أنا أعطيك ايه سؤال نعم الآن. أستاذ نعم بخيت، نعم نحط الأمر على الواقع. أنت مثلا والعياذ نعم بالله، إن شاء الله رب العالمين الله يرزقك الذرية، ولكن أنت الآن لا زوجت وما رزقك الله بأولاد، ما رزقك نعم الله بأولاد. نعم فزوجتك جابوا نطفة من نعم رجل آخر ولقحوها، نعم ما شافوا ولا شافها، المهم لقحوها. ترضاها؟ نعم. لا ترضاها؟ قلت لك انه ما ارضاها، انا ما بالنسبه لي ترضاها. ما إذا اتقبلها. ايه السيستاني لماذا يرضاها على الشيعيات ويرضاها ست على المسلمين، ست يعني على الناس ست اللي العفو مثل ما تقولوا أنتم العفو نفسكم مسلمين يعني. العفو من عندك. العفو هو السيد السيستاني يعني الوظيفة مالته انه مرجع ديني، يجيب اللي يستخرج الحكم الشرعي ويعطينا اياه. هسه احنا اتباع السيد السيستاني عندنا كتاب اسمه منهاج الصالحين، متكون من طب 3 لماذا لا اجزاء. تتبعه كتاب أنت؟ بس العفو، لماذا لا بس تتبع خليني اكمل السيستاني؟ أوليس كلامي. مرجعك؟ لماذا لا تتبعه لا في هذه؟ لماذا تخالفه في أ... هذه؟ هل أنت أ... أعلم منه؟ لماذا س... ما رضيتها أنت؟ لماذا لم ترضها تمام على نفسك؟ أجي. اجيبك. السيد السيستاني عنده كتابين، كتاب معاملات وكتاب عبادات. اكو شغلات واجبة واكو شغلات انه راجعة. يعني هسه انا ما قال انه واجب عليك اذا ما صار عندك اطفال انه تروح تجيب نطفة من هاي هو ثبت يعني طلعها انه جائزة. بس ما جبر انه يجب اتباع هذا الشيء، واللي ما يصير عنده شوف اطفال انه يجب ان شوف يلقح. ماكو هيك إجازتها شيء. إجازة ايه هذا هي في حد ذاتها مع احترامي لك ايه جريمة كبيرة جدا. جريمة امم في حق البشرية، جريمة في حق امم الإسلام. هذه جريمة فعلا حقيقية امم في حق الإسلام، لأن الله تعالى حرم التبني وقال ادعوهم لآبائهم. وإحنا اليوم نعم جالسين لا ندري من نطفة من في رحم من، واختلاط ست أنساب يعني. ست فالمهم إحنا نعم. هسه انت جاي تشكلين على الروايه عقليا. هسه بالنسبه لكم يعني انا امس شفت مقطع لاهل السنه جاي يقولون انه الكلاب جاز اكلها والفئران جاز اكلها. هو ينطيك جواز بس هو ما مجبور انه الشخص ياكل. يعني هسه السنه ما أنت مجبور انه عندك ياكل البغال فئران يجوز وكلاب. أكلها أستاذ. أنتوا عندكم البغال يجوز أكلها والحمير يجوز أكلها. هل عندك حديث يحرم عليك أكل الحمير؟ هسه العفو، من ساعه قلت لك هل انه عندك عندنا احنا حديث يحرم عليك ايه أكل الحمير؟ لأنه أنا عندي هنا بعض الروايات التي تقول أنه يجوز أكل انا البغال عندك. العفو انا قلت لك انه أستاذ، مو عالم المعصوم فما يجيز اعرف انه لك كل أكل الاحاديث البغال. المذكوره. لو سمحت، هل لا عندك حديث يحرم عليك أكل لحوم الحمير والكلاب؟ تفضل. ممكن عندي بس انا ما اعرفه، يعني ممكن عندي. لا لا لا، روح ابحث عنه، أعطيك نصف ساعة، روح. لا ما عسى ما يعني اروح ابحث كل أعطيك والله. الكتب عندك ما يعني. عندك حلال أستاذ، أنت عندك حلال. ها عندك يعني حلال. لا احنا شنو احنا ليش جبت هذا ليش جبت هذا المثال؟ عندك انت حلال. أنت مستهجنه الآن انه تقول أنه عندنا إحنا لحوم الحمير حرام. تفضل حلال. تفضل أستاذ، لو سمحت تعطينا نعم. الحديث وين لا قال مو أنه يجيز هذا الأمر. الأحاديث التي سوف تأتي بها كلها ضعيفة. أتمنى تجيب لنا حديث لا صحيح فقط. لا انا بالنسبه لي ما يعني شفت شيخ سني يقول ما الفئران تقول حرام، لي بل شيخ انه سني لو يقول. سمحت، ما تقول لي شيخ نعم سني. هو أقول لك جيب منين لي جايب حديث الحديث؟ بسند ايه صحيح. تمام تمام. هو منين جاب هذا الشيخ السني من يتكلم؟ منين جاب انه هذا الحكم؟ غير من تفضل الكتب. طلعنا مين هذا الشيخ السني. تفضل. يعني هسه انا اقدر اجيب لك المقطع وبعدين ادز لك تفضل على طلع. شوف الخاص. بدون كلام. شوف أنا الكلام كثرة الكلام ايه بدون دليل أنا لا أحبه صراحة. أنا أحب الكلام لا مع الدليل. تفضل الآن ست لو العفو. سمحت طلعنا وين قال ايه أنه يجوز أكل الإمام. أنت الآن يا أستاذ عندك أنت الامام يجوز أكل اكل الامام. شرب بول شرب بول الإبل عندك حلال بسند عشان موثق.
وعندك أكل البغال، سأخرج لك الرواية البغال أيضا موجودة عندي، أنه يجوز لك أن تشوي بغلا ست وتأكله. المهم اشويه ست أو بس. اعمله في الطنجرة. المهم هسه أنا عندك هنا، البغل أصلا ما أعرفه شنو. الحديث الأول موثق. أخرجنا من ست. المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدفة يشربون من أبوالها. ها هو الإمام عندك المعصوم يوثق شرب الشيعة لبول الإبل. أنا بعد شوية سأخرج ست. لك يعني أكل لحوم البغال ست. عندك. شرب ست. بول الغنم أيضا والبقر كما عندك هنا. والله بصراحة تفضل. يعني أنا حسب أنه قبل سنتين أو ثلاثة أنه شاع عند السنة أنه يعني يشربون بول البعير، وطلعت مقاطع، يعني مقاطع يا فيديوية أستاذ، بول أنه البعير أهل عندك السعودية أنت، اسمع، بول البعير أول أنا قلت مرة لك أسمع من بسند عندك صحيح. أنه ها هو، اسمع إيه. اسمع، بسند صحيح بس الإمام يجيز لك شرب بول الإمام. تفضل. ها هو تمام. الحديث ست. الأول موثق، ست. أنه ست. يقول بأنه أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدفة يشربون من أبوالها. المعصوم بعث شيعته يشربون من بول هذا الحديث موثق. أرجو منك عندما تتكلم تكلم ست. بدليل لو سمحت. الآن أستاذ، ست. أستاذ، العفو بس. نرجع للموضوع، نعم. لأني أنا سأخرج لك بعد نعم. قليل أيضا رواية أكل لحوم نعم. البغال هذه، لا لأنه الرواية عندي بس أنا. أحتاج للبحث نعم. عنها. الآن سؤالي لك لو ست. سمحت. لا حول ولا لا قوة بدون إلا بالله. احب اوضح لك شغله، انه انا عدتها للمره الثالثه، انه احنا مقلدين السيد السيستاني او اي مقلد لمرجع ثاني، عندنا كتابين جاي نعمل به اللي هو اسمه عبادات ومعاملات. فالشغلات اللي ما مذكوره بهذه الكتب انه مال شرب البعير او كذا، هذه كلها يعني دلاله على انه المرجع وجد عدم صحتها فما كتبها. يعني هل انه طيب، يستحي وهل يكتبها؟ اكيد تلقيح لا. امرأة من رجل أجنبي وجد صحتها حتى يفتي بها؟ هو يسمونه هل التقليد. وجد في القرآن والسنة نعم. آية الله لا هو الثاني مو عندك؟ مفروض. هل وجد في ايه. القرآن والسنة ما يجيز له بأن مم. يفتي بأن تلقيح مم. المرأة من أجنبي حلال يعني؟ راح اجيبك عن هذا الشيء. احنا عندنا المرجع يصير مجتهد. المجتهد شنو يعني؟ ما المجتهد تقول هو لي القادر مجتهد، أنا على سألتك بس الآن. دقيقة. العفو، ما انا راح ما اجيبك لو راح سمحت، اجيبك سؤالي واضح. أنت راح قلت لي أن اجيبك أكيد والله. السيستاني لم يرى فيها ايه أسانيد والله. صحيحة. راح الآن هل اجيبك السيستاني ب30 وجد ثانية. أسانيد صحيحة؟ تفضل. ب30 ثانية. يعني المجتهد هو من يستطيع استنباط الحكم الشرعي من الروايات. يعني مو انه اكو رواية صحيحة، هو قدر يعني من عدة روايات يستنبط يعني انه الآن هل حكم هذا أخطأ الشيء ولا جائز. أصاب؟ هو السيستاني مخطئ ولا مصيب عندما يقول لكم يجوز تلقيح المرأة من رجل أجنبي؟ هو مخطئ ولا مصيب؟ يعني على الاغلب يكون مصيب، يعني حسب مصيب. الحكم إذا اللي لماذا وصل أنت له. تستحي؟ إذا لماذا تستحي من امم. هذه الفتوى اللي هي أصاب فيها مرجعك وتقول أنك مقلد امم. للسيستاني؟ إذا قلده، لماذا تقول لي أنا ما أفعلها مع زوجتي؟ لماذا أنت زوجتك ما ترضاها عليها يعني، اكو وترضاها على بنات الناس يعني؟ عندنا قاعده فقهيه تقول ما عرف عرفا عرف شرعا. يعني متعارف عنها. هسه احنا يعني قلت أنت لك تأخذ دينك بالبصره من بس العرف الآن دقيقه. وليس من الدين. لا يعني لا اكو الإمامية يعني الاثني عشرية به. الآن سقطت أستاذ، سقط ست الاثني العفو عشرية ليش لأنك تأخذ دينك من ليش العرف ما الآن. تخليني؟ يعني كمل. هسه هو سقط للاثنا عشرية انه بسبب كلام انه طلع من جاهل مثلي مثلا سقط الدين الاثنا عشرية. يعني عرفنا العلماء انا يعني سقطت، انا سبحان شخص الله، جاهل يعني سقطت سبحان الاثنا ربي عشرية. الأعلى، والله سبحان الله. يعني لا يعني هسه انت مقتنع انه كلامك انه انا شخص جاهل تكلمت كلام فسقط الدين الاثنا عشرية بكبره، يعني هذا خلاص، يعني الكلام مو هو خلاص منطقي. حلال، يعني حلال، بما أنه حلال خلاص. يعني إذا كان حلال ليش ست أنت ست تستحي يعني ايه منه؟ ست أنا أريد هسه أن أفهم، أنت يعني مقلد عرفا يعني للسيستاني، عرفا. أنت ست مقلد عرفا للسيستاني، يعني عليك أن ايه. تقلده في كل شيء، ما تقلده في شيء ايه. وتعوف أشياء بس أخرى ما يعني لو قال سمحت. واجب، ما قال واجب، هي قاعدة ما شرعية ما قال قال واجب، واجب. انا ما بالنسبة قال لي ايه واجب. يعني طيب. مثل اللي قلت لك مثل المتعة. هسه احنا اولاد متعة والله العلي العظيم انا هسه عمري 32 سنة لا متزوج ولم اجد امرأة المتعة تقبل عندك يا المتعة، أستاذ يعني من ماكو. أصول دينك يا ايه. أستاذ، المتعة من أصول شلون؟ دينك، لماذا تستحي منها؟ أنا ما فهمت يعني. هذا ست أمر شنو أحله شنو اصول؟ لك لا المعصوم.
ست أصول الدين هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وفروع الدين 10 هي الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي لأولياء الله والتبرع بأولياء الله. شنو إذا من أنتم أصول دين لماذا وين تهاجمون أكو عمر هيك بن شيء؟ الخطاب الذي حرمها وتقولوا أنه حرمها؟ لماذا تهاجمونه إذا أنت ما ترضى بها في قرارة نفسك ولا تمارسها أنت كإنسان؟ يعني فلماذا إذا أنتم تطعنون في عمر ست الذي أراد أن يطهر ست هذا؟ ست لماذا هسه يطعنون أسأل إذا في عمر بن السؤال، الخطاب الذي أسأل أسأل السؤال، لو هسه أنت بنفسك يعني بنفسك إنه ما تقبلين الزواج، هل معناه إنه تفضل الزواج أستاذ، غير تفضل جائز تفضل. يعني؟ شوف أنا جبت لك رواية، خلينا الآن من هذا الزواج. وسائل الشيعة للحر العاملي، الجزء نعم. 24 الصفحة 122، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رازين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال: حلال حلال نعم. ولكن الناس يعافونها، الناس يعافونها ولكن حلال. إذا في دينك يا أستاذ بسند صحيح لحوم الحمار والبغل والخيل حلال. هل أنت اللي جالس تقول أنه شفت عالم سني يقول هذا الكلام؟ ممكن تطلع لي أنت الآن من وين جبت الكلام هذا حتى نقارن بيننا وبينكم؟ لأنه إحنا عندنا هس حرام، أنتوا ست عندكم حلال. يعني أنت تمام يجوز لك تمام أن تذبح بغلا أو حمارا وتعشى به. إحنا ما عندنا هذا تمام الأمر. أنا بس أعطيتك تمام. هسه انا بالنسبه لي راح اروح للعمل شويه قليل ان شاء الله. باكر راح ابحث لك انه شلون السنه حاضر، ما في مشكلة، يحللون ما في مشكلة. الفئران، يعني اذا انت الله يهديك، الله يهديك، الله بس يهديك. انا انطيك العفو انطيك شغله واحده، انه عندكم اهل السنه انتم دائما تطلبين خلاص بالايات. أهل السنة ولا أهل السنة مع السلامة. خلاص أستاذ، أنت قلت عندك شغل، خلاص روح لشغلك أفضل، يعني حتى ما تحول آخر البث إلى عركة، وراك عارف يعني أنت شنو غندير. المشكلة أنهم هم يحللون، يعني يحللون أشياء يعني ما تدخل للعقل، ويحللون أكل لحوم البغال ولحوم الحمير، عندهم حلال بقول المعصوم. وحتى الكلاب ما عندهم حديث يمنعهم من أكل لحم الكلب، يعني حتى يجوز أن يذبح كلبا ويأكله عادي، يشويه يقليه عادي جدا. عندهم أيضا في كتاب اسمه تهذيب الأحكام والاستبصار، جزء 9 صفحة 41 وصفحة 174. عندهم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه. يعني الحرام هو بس اللي موجود في كتاب الله. يعني مثلا إذا والعياذ بالله، أنتم عارفين الرواية والعياذ بالله حاشاكم اللي تقول أن بول وفساء وغائط الإمام يدخل إلى الجنة، فالله لم يحرم أكل الغائط في القرآن، وبالتالي يجوز للشيعة أكله. وهذا ما أفتى لهم إمامهم اللي اسمه الكلبايكاني. الكلبايكاني، إحنا نقول الكلبكياني. فناس عجيبة، ناس عجيبة. إذا في شيعي محترم الآن، وشكرا لبخيت، شكرا لك على الحوار.